من الشعراء يا اخواننا اللي انا بحبهم الشاعر الكبير نزار قباني. الشاعر الكبير نزار قباني تشعر انهم كتلة من الاحاسيس، مجموعة رائعة من المشاعر. نزار قباني شاعر لقب باسماء كثير، لكن هو شاعر مميز، شاعر تقدر تقول انه استطاع تطويع اللغة واظهار جمال اللغة في عبارات براقة رنانة، في قصائد ولا أروع ولا أجمل. نزار قباني لما توفت زوجته بلقيس في بيروت في تفجير السفارة العراقية في بيروت، كتب قصيدة تنم عن وجعه وعن فقدانه لزوجته بلقيس. كتب قصيدة باسم بلقيس. من أروع ما كتب نزار قباني القصيدة دي، تعبير عن حزنه لفراقها، تعبيرا عن مدى تأثره بالفاجعة، وهي حقيقة فاجعة يعني إنك تفقد إنسان عزيز عليك فجأة كده مرتبط بيه، تعد فاجعة. فكتب نزار قباني قصيدة بلقيس جسد فيها مشاعره، وجسد فيها ألمه، وجسد فيها مدى لوعته ومدى حسرته على اللي حصل لزوجته. وبدأ قصيدة بلقيس حضراتكم اللي بدعوكم انكم تسمعوها بقوله: شكرا لكم شكرا لكم، فحبيبتي قتلت، في مواجهة مباشرة بكلام مباشر، وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة. وقصيدة اغتيلت، وهل من أمة عربية في الأرض إلا نحن تغتال القصيدة. كانت بداية قصيدة بلقيس بداية قوية، بداية موجهة، بيفجر كلمات، بيفجر قنبلة في القصيدة، مواجهة مباشرة. أنا من رأيي أن قصيدة بلقيس دي قصيدة من أروع ما كتب. واستطرد حديثه عن بلقيس وقال: بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. حضارة بابل حضراتكم عارفينها. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل. هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل. ده جزء من قصيدة بلقيس الرائعة لنزار قباني التي تجسد مدى ألمه ومدى حسرته عن زوجته اللي فقدها. نزار قباني شاعر رائع، شاعر ممتلئ بالأحاسيس، وأنا شايف إن قصيدة بلقيس دي من أروع ما كتب نزار قباني عن زوجته بلقيس رحمها الله، اللي فقدت في حادث الرهيب اللي حصل في سفارة العراق في بيروت. وبالتالي كتب نزار قباني قصيدة بلقيس التي تعد من أجمل ما كتب أستاذ الفنان الشاعر الكبير نزار قباني. رحم الله نزار قباني ورحم الله زوجته بلقيس. ودي كانت إطلالة بسيطة على شاعر عربي مميز، وعلى بعض قصائده التي كانت تجسد كل المشاعر في تاريخ جميل وتاريخ رائع. يعني حضراتكم يمكن في بعض الناس بيشوفوا ان قصيدة بلقيس دي كانت مجرد قصيدة، لكن هذه القصيدة قصيدة حقيقية، قصيدة تجسد مدى ألم نزار قباني بعد وفاة زوجته بلقيس، خصوصا ان زوجته بلقيس دي كانت مميزة، كانت بها صفات رائعة، كانت سيدة بمعنى الكلمة. ويمكن نزار قباني وصف ده في القصيدة بكلمات وعبارات دقيقة وواضحة جسدتها مشاعره اللي فقد فيها زوجته العزيزة عليه. قصيدة بلقيس يا اخوانا قصيدة من أروع ما يكون. رحم الله السيدة بلقيس ورحم الله السيد نزار قباني، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.